اخيرا ابل عملت تغيير يعتبر شبه جذري في عالم الايفون، واول حاجه معانا في نسخه الاي او اس الجديده واول مره في التاريخ ان الاي او اس الجديد مش هيبقى اسمه ال 18 بايونيك، هيبقى اسمه 26، هيبقى اسمه على نفس السنه اللي هينزل فيها. ده غير كمان ان السوفت وير ده كمان اصلا هيجي بحاجه اسمها الليكويد جلاس، يعني انت عندك ابلكيشنز وكمان الويدجت واي حاجه موجوده في الاعدادات او اي حاجه شغاله بوب اب او اي حاجه موجوده في السوفت وير حرفيا هتفتحها هتلاقي ان هي جايه لك بالطريقه كده، تحس ان هي معموله زي الكريستاله، حاجه كده من الزجاج اللي تحس ان هو سائل شويه كده. ده غير كمان ان الهوم سكرين هيبقى على شكلها على شكل زجاجي. ده غير كمان ان الهوم سكرين هنا هتقدر تلاقي ان الساعه هتلاقي ان هي بتعمل دمج او ان هي تقدر ان هي تتماشى مع الصوره اللي انت هتحطها، وتقدر ان هي يعني تبقى طويله تبقى عريضه، تعمل شكل تصميم شيك على الصوره ذات نفسها. ده غير كمان ان هنا شكل الكاميرات كمان يعتبر السوفت وير بتاعها اختلف. في الاول لما انت كنت بتيجي تفتح الكاميرات بتلاقي ان ايه الفيديو وبعد كده الكاميرا وبعد كده البانوراما وبعد كده سلو موشن وبعد كده مش عارف تصوير ايه ومش عارف تصوير ايه. لا دلوقتي اللي بقى بيظهر لك خانات بسيطه جدا، 3 خانات ولا خانتين، ولو انت عايز حاجه زياده بتخش بقى على المور عشان يفتح لك الحاجات الاضافيه، يعني خلك الشكل بتاع الكاميرا يكون سيمبل اكتر. وبرنامج المعرض او الايمجز هو يعتبر رجعوه للشكل بتاعه القديم بتاع الابل، ولو انت عايز تاخد الكوليكشن فانت هتدوس بالخانه من على الشمال كده هتلاقي ان في خيار هتلاقي عندك الكوليكشن بتاعه التصوير كلها. ده غير كمان ان الشاشه هنا بقى فيها حركه حلوه جدا وحركه جميله اسمها الويب بيج، يعني انت مثلا لما تيجي تفتح صفحه على الويب سايت او اي حاجه هتلاقي ان هي واخده الصفحه بالكامل، مفيش اي بقى حواف سوداء من فوق ومن تحت، هتلاقيها واخده الصفحه بالكامل. وطبعا ده بيديك يعني ان انت مستحوذ بالفعل على الشاشه كلها. ده غير كمان هنا النوتيفيكيشنز بتاعه الموبايل كمان هنا هم فصلوها بطريقه حلوه، يعني هم دلوقتي خلوا ان انت تقدر تشوف النوتيفيكيشن المفضله بتاعتك، فتقدر ان انت تشوفها بطريقه مفصله الحاجات اللي انت حاططها في المفضله، والحاجات اللي انت مش عايزها كمان حطوها في حاجات كده زي البلاك ليست ان هي ما تجيلكش خالص. وبرده عملوا حاجه ثانيه في السوفت وير موجوده في الموبايل اسمها الكول سكريننج. ابل لو جالك اي مكالمه على التليفون يقدر هو يرد مكانك ويشوف تفاصيل المكالمه دي هي عباره عن ايه، واللي بيكلمك ده بوت ولا بني ادم، وبعد كده بيديك تفاصيل عن المكالمه ويقول لك هي بيتكلم عن ايه، وفي الاخر انت اللي بيبقى عندك الصلاحيه عايز ترد عليها ولا ما تردش. وعندك برده حركه جميله جدا 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 موجوده في السوفت وير ما شفتش حد عملها قبل كده الصراحه، حاجه اسمها هولد اسيست، ودي معناته ان انت مثلا لو بتتكلم خدمه العملاء لاي شركه وهو مثلا حطك على الويتنج والحاجات دي كلها، فطبعا بيشغل لك موسيقى، فهو ساعتها الذكاء الاصطناعي بيعرف ان هو حط لك موسيقى وحطك على الويت، فهو بتلقاء نفسه بيشيل لك الموسيقى وبيخليك تخرج بره المكالمه تعمل اي حاجه، واول ما يشوف خدمه العملاء رجعتك تاني على الخط بيقول لك بيعمل لك انذار كده او بيعمل لك رنه ان هو رجعك تاني على الخط عشان تروح تكلمه، يعني هو بيخليك ان انت تنتهز الفرصه وتروح تعمل اي حاجه لو انت مشغول. واكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم انتوا في التحديثات دي، هل فعلا هي تحديثات جذريه ولا تحديثات اي كلام؟ اكتبوا تحت في الكومنتات عشان نتناقش في الموضوع ده. فاهمين.